عندك صدور فراخ وكيس مكرونة أقلام ومحتارة تعملي أكل إيه النهاردة؟ يلا بينا مع بعض نعمل الوصفة دي. طاجن المكرونة بالفراخ، مين فينا ما بيحبهوش ومين فينا ما بيدفعش مبلغ وقدره لو خرجنا ناكله برا. يلا بينا نعمله بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في البيت. المكونات هتلاقوها عندكم في صندوق الوصف. أنا هنا جبت حلة ونزلت فيها بشوية زيت وخليت الزيت يقدح معانا. هنا بقى كان معايا بصلة متوسطة قطعتها ونزلت بيها على الزيت المقدوح لحد ما تاخد لون معانا. أول ما تبتدي تاخد لون معانا ممكن تنزلي بفص توم. أنا هنا استغنيت عنه بس انتي ممكن تضيفيه عادي مفيش مشكلة زي ما انتوا متعودين معايا. بعد ما البصلة أخدت لون جبت معلقتين صلصة وضفتهم وقلبتهم حوالي مرتين تلاتة كده عشان الصلصة تخرج المواد الحافظة اللي فيها. هنا بقى بعد ما قلبت معلقتين الصلصة معانا كان معايا عصير طماطم ضرباه في الخلاط ونزلت بيه على الصلصة المعلبة. وبعد كده بنضيف البهارات بتاعتنا. انا ضفت الملح والفلفل وضفت الكمون وكان معايا مكعب مرقة برضو ضفته. مكعب مرقة الدجاج سواء خضار او فراخ. بيحلي معاكي الطعم وبيديكي طعم حلو جدا. الصلصة ما بتحبش البهارات المعقدة يعني كفاية عليها الفلفل والكمون وكفاية عليها الملح. لو انتي حابة تضيفي بصل بودر او توم بودر مفيش اي مشكلة ممكن تضيفيهم ولو حابة تضيفي شوية كزبرة ناشفين مفيش اي مشكلة. هنا بقى بعد ما الصلصة اتسبكت معانا نزلت بكوباية مية سخنة. الصلصة بتاعة الطاجن بتبقى سايلة ما بتبقاش سميكة. في طاسة تانية على النار نزلت بشوية زيت وكنت مقطعة الفراخ معايا شرايح ونزلت بيها على الزيت. مهم جدا ان هي تاخد صدمة عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها معانا. بعد حوالي 5 دقايق كنت مقطعة بصل وفلفل طرنشات او شرايح زي ما انتي ما بتحبي ونزلت بيهم على الفراخ ونزلت بالتوابل اللي هي الملح والكمون والفلفل. الطاجن ده سهل وسريع ومعروف كمان ان الفراخ ما بتاخدش وقت معاكي في السوا. يا دوبك بس حوالي 10 دقايق وهتلاقيها استوت معاكي. احنا بننزل الفلفل والبصل معانا في الاخر عشان برضو يفضلوا محتفظين بالقوام والطعم بتاعهم. في حلة على النار حطيت مية تغلي وبعد ما المية غليت نزلت بشوية زيت ونزلت بمعلقة ملح. هنا بقى نزلت بالمكرونة. المكرونة دي كمية على حسب أفراد الأسرة عندك. بصي بقى انتي عندك طريقتين هنا. ممكن تضيفي المكرونة 3/4 سوا زي ما أنا ما عملتها كده بالظبط وممكن تسيبيها وهي تستوي في الصلصة بتاعتها. أنا طبعا بعد ما المكرونة استوت نزلت عليها بمعلقتين من الصلصة وجبت الطواجن معايا. نزلت الأول بالفراخ وكان عندي شرايح زيتون حطيتها معاها وبعد كده هننزل بالمكرونة. زي ما قلتلك انتي ممكن ما تسلقيش المكرونة وتسيبيها مع الصلصة وتستوي في الفرن بتاخد حوالي ساعة الا ربع. بس في اليوم ده انا كنت مستعجلة فحبيت ان انا اسلق المكرونة عشان اوفر الوقت. سلقتها حوالي 3/4 سوا. بعد كده نزلت بالصلصة شايفين قوامها خفيف ازاي. في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 وسايباه يسخن. وبعد كده غطيتها بالورق الفويل ودخلتها الفرن. دخلت معايا حوالي ربع ساعة. ما تكتريش عن كده علشان المكرونة ما تعجنش معاكي. انما في حالة ان انتي مسلقتيش المكرونة بتاخد حوالي ساعة الا ربع او على حسب ما تستوي معاكي. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. لو عجبتك الوصفة ياريت تدوسي اشتراك في القناة ولايك وشير وبالهنا.